اسمك ايه؟ علي. ازيك يا علي؟ الحمد لله. انت في سنة كام؟ أنا في سنة 5. عامل ايه بقى في المدرسة، بتذاكر وكده ولا مش بتذاكر؟ الحمد لله بذاكر. طيب قولي، عجبك اليوم النهاردة؟ كان ممتع جدا. عملت فيه ايه بقى؟ لعبت وقعدت ورقص وقعدني. أنا اسمي مريم. أنا استمتعت باليوم النهاردة، وبتمنى إن كل يوم إن إحنا نحتفل بيوم اليتيم، علشان نفرحهم. وبتمنى لكل اليتامى إن هم يستمتعوا باليوم ده. قولي يا عمار، ازيك؟ الحمد لله. عجبك اليوم النهاردة؟ عايز يكون كده كل مرة، مش لازم يكون في عيد يتيم او كده؟ لا. يعني مش عايز يعملوا حفلات زي كده، يكون في ايام عادية؟ لا يعملوا. ان شاء الله. طب قولي، عجبك فقرة الساحر؟ احنا حاولنا نعمل لقاءات النهارده كتير مع اطفال، بس هما مكسوفين، وسألناهم هما مبسوطين ولا لا، بس هما مكسوفين يردوا علينا وكده، فهما اكيد كلهم مبسوطين، واحنا هنحاول نعمل كده كل سنة. وشكرا. النهارده شاركنا في يوم اليتيم علشان نشارك بفرحة وابتسامة على وشوش اخواتنا الصغيرين. النهارده عملنا كذا نشاط، قدمنا لهم ملابس، قدمنا لهم كوتش، قدمنا لهم مأكولات، مشروبات، علشان نشوف، هي كلها حاجات بسيطة علشان بس نشوف ضحكة على وشوشهم، علشان نعرفهم ان هم مش لوحدهم في الدنيا، هم ليهم اخواتهم الكبار او اخواتهم الصغيرين. كلنا كنا متواجدين هنا علشانهم. اليوم ده احنا بنستناه من السنة للسنة علشان نشوف الفرحة على وشوشهم. فيوم اليتيم ما ينفعش يبقى موجود حفل زي كده في العبور عندنا ما نشاركش فيه، وطبعا ده واجب يعني على كل مصري ان هو يشارك الناس دي حتى لو ببسمه صغيره. عايزين نحسس اليتيم ان هو ليه اسرته وفي وسط اسرته، وبنراعيه من الناحيه النفسيه والناحيه الاجتماعيه والناحيه الصحيه والناحيه التعليميه. يوم اليتيم طبعا يوم بيتكرر كل سنه يعني، واحنا ما ينفعش يبقى موجود اليوم ده من غير ما احنا نشارك فيه، ولازم ان احنا نحتفل بيه مع الناس ومع الاطفال، وان احنا بنحب نشارك كل الايفنتات. بدعو كل مصري وكل مصرية نهتم بالأطفال دول طول السنة، مش النهاردة بس، ويا رب إن شاء الله نساعدهم ونبقى دايما في خدمتهم. طبعا بيشرفنا ان احنا نشارك النهارده في يوم يعني احنا بنعتبره يوم مهم جدا في السنة، وبنتمنى ان شاء الله ان هو ما يبقاش متكرر كل سنة، لا يعني نكرره كل شهر كل اسبوع، ان احنا نبقى الاطفال ويعني يعني الناس اللي هم محتاجين ان احنا نرسم البسمة على وجوههم، وان احنا نبقى جنبهم على طول. دي رسالة. احنا جينا النهارده علشان نفرح كل طفل يتيم ونحسسه ان احنا حواليه وما يحسش بالوحدة خالص، ولازم نفرحه حتى لو بحاجة بسيطة، واحنا لازم نكون حواليه. دي احسن حاجة، حتى احسن من 1000 هدية نديها له. لازم ما يحسش ابدا بالوحدة، واحنا جينا النهارده عشان نفرحه. فرحان النهارده بعيد يوم الطفل اليتيم، واليوم عجبني جدا، والالعاب برضو كويسه، الايتام اللي موجودين والفقرات برضو كانت كويسه. طبعا احنا النهارده بنحتفل بيوم طفل اليتيم. في عندنا 400 طفل جايين من مؤسسات ورعايات مختلفه في
في داخل مدينة العبور. بنتعاون مع بعض الجهات الأهلية اللي هي بتساهم، وبعض رجال الأعمال اللي ساهموا في إحياء اليوم، ومجلس إدارة النادي وفر كل شيء في النادي متعاون معانا على أساس إن احنا نحتفل بالناس دي بالأطفال دي، ونكون أب ليهم وأم والزملاء أم ليهم. يوم جميل من بدايته، فقرات فنية واجتماعية ورياضية، فقرات ثقافية. عملنا برامج كتير ليهم وبنقدمهم في يوم، بنقف معاهم بنخفف عن ألمهم شوية. انا بدعو المسؤولين على النواحي الاجتماعيه في مصر ما يبقاش في حاجه اسمها يوم اليتيم، احنا عاوزين نسميه يوم الطفل المصري.